التحول في المباراة كان في الدقيقة 57. مدرب بيلعب شطرنج قمة في الذكاء، بتغييرة عملها نزل لاعب جناح يمين يان ساس رقم 10، وطلع لاعب جناح شمال اللي هو ديارة اللي كان مش في مستواه تماما، ونقل مكانه بو عليا اللي كان بيلعب اصلا جناح يمين وداه جناح شمال، ويان ساس بقى جناح يمين زي ما هو بيلعب. ثلاثي الخطر هنا اللي هو يان ساس مع دانهو مع بو عليا، الثلاثه دول هم اللي جابوا الجول الاول، الثلاثه دول هم اللي تسببوا في الهدف الاول. من ساعه ما نزل يان ساس واللعيب ده اتحكم في رتم المباراه تماما، بقى يمسك الكوره وبيضغط، ولعيب اصلا هو مهاري بطبعه، بيضغط على الباك والسيرد باك. لا بالعمري عارف يطلع بالكوره، ولا ياسر عارف يطلع بالكوره بسبب اللعيب ده، لانه بيضغط عليهم من اول ما نزل، بيضطروا يلعبوا كوره طويله وتتقطع وترجع تاني. الفريق كله كان بيدور عليه عشان يرمي له الكوره. المهم كوره بغلطه من بن شرقي في نص الملعب اتقطعت وراحت له، كوره في الثانيه في الثالثه بهدف. باتريس استنى بعد الهدف بثلاث دقايق بالظبط، عمل تغييره سريعه زود بيها نص الملعب، طلع الجناح الشمال اللي هو اصلا بدا بيه جناح يمين اللي هو ابو عليا، ونزل مكانه بالحاج علي. بقى نص الملعب كالاتي: ينساس يمين، حسام تقى وكوناتيه في النص، وبالحاج علي شمال، ووراهم اغبيلو. بتتكلم على خمسه في نص الملعب عندهم ديناميكيه في الحركه، يطلعوا يعملوا تحولات، تلاقي منهم ثلاثه قدام تلاقي منهم ثلاثه ورا، قفلوا نص الملعب. وانا وانت والمخرج والراجل ده ويستروب كلنا عاملين نتفرج. اه والله حتى يستروب نفسه كان بيتفرج معانا.